من دائرة مكتبة الإذاعة التمثيليات السورية في إذاعة دمشق تقدم الناس والبحر والحب. من صوب البحر حقول زرقاء بتنادينا، من صوب البحر حقول زرقاء بتنادينا، فتحنا ابواب المشهول رندحنا غنانينا، فتحنا وبالمجهول رندحنا غنانينا. التأليف وديع سمندر. الإخراج أحمد جنيد. شفنا حبوب اللولو غطسنا ايادينا، تاريخ ليل بطوله نجوم بتلعب فينا، احترنا يا حلوة كيف نقلك جننتينا، متنا في الخريف ربيعك يحيينا. بتعرفي يا سوسن، ما بيرتاح راسي حتى نيجي نقعد هون. الحق معك، هالمقصف كتير حلو هادي. لا، والجميل فيه انه بلزق البحر وانا بموت بالبحر. من هالشي ما تركت رواية عن البحر إلا واشتريتها. مو بس اشتريتها، صدقيني في روايات قريتها أكتر من مرة. أمجد، شو رأيك بكرة تاخدني مشوار بالليل بشي فلوكة؟ لك على راسي، بس أنا بكرة مناوب. إيه، بس بكرة الجمعة. دوري يا سوسن، وإذا كان الجمعة يعني. أمجد، مو أنت رئيس المخفر؟ يعني إذا كنت رئيس مخفر لازم أهرب من المناوبة؟ خلاص إلك عندي مشوار بالليل بالبحر. يا الله، يا الله، قديش هالنسمات حلوة. بتعرفي يا سوسن، لولا كنت ضابط شرطة شو كنت بتمنى صير؟ قبطان، مو هيك؟ لا، قبطان صعب، بس كنت بتمنى يكون عندي فلوكة أو لنش صغير كتير واشتغل بالبحر. الصيد مو لعبة يا أمجد، في تعب كتير. بعرف، اللقمة الحلال ما بتجي بلا تعب، بس هيك تعب في متعة. إيه شو هالمتعة يلي كلها شقة؟ كوني من عشاق البحر بوفر 3 شغلات دفعة وحدة. أولاً، ببقى قريب من البحر، وثانياً، بأمن لقمة عيشي، وثالثاً، بقدم للناس وجبات كلها منفعة وفايدة. بكرة بس تتقاعد اشتري فلوك الصيد وحقق حلمك. يا ستي من هون لأتقاعد بفرجة الله. بس بتعرفي، أنا خايف ما يتحقق هالشي. ليش يا أمجد؟ يعني بعد حوالي 20 سنة يا بكون أنا ميت يا بيموت البحر. بعيد الشر عنك، الأعمار بيد الله. بس قلي أمجد، هلأ البحر بيموت؟ إيه نعم، بيموت. طيب والمي تبعه وين بتروح؟ شو نفع المي يا من سوسن بلا مكتبة حياة؟ الإذاعة السورية. يعني شو الفايدة من بحر بلا سمك وبلا نسايم عليلة؟ لا تواخذني، ما فهمت. أنا قريت كتير عن تلوث البيئة ومنها البيئة البحرية. صدقيني هالبحر كان أنظف بكتير بأيام مملكة أوغاريت من هالأيام هي. بهديك الأيام ما كان في مجارير تصب بالبحر ولا حدا يرمي فيه نفايات وأنقاض. صحيح، الناس كترت. لازم يلتقى حل هيك تلوث، وإلا رح نخسر بحرنا. أمجد، هلأ بهديك الأيام كان في صيد سمك؟ طبعا كان في صيد سمك، وكان السمك يتكاثر برياحة، لا زفت على الشواطئ ولا قاذورات ولا ديناميت ولا شباك تجرف كل شي بطريقة. تعرف، لازم ياخدوك على وزارة البيئة.
شو الفايدة إذا ما كل واحد من جيران وزوار البحر فهم لحاله بأنه حرام يرمي فيه علب تنك أو كازوز أو كيس نايلو مليان نفايات. هذا بالإضافة للجهود الرسمية بضرورة المحافظة على سلامة البيئة. بتعرف أمجد؟ أنا عندي بنت خالي صحفية، شو رأيك أحكي معها تساوي معك مقابلة عن البيئة؟ سوسان لا تتمسخري، هذا البحر مو إلي لحالي، لكن هذا البحر لكل الناس، ومهمتنا نعيده نظيف مثل ما كان أيام جدادنا. تسلم لي أنت وأجدادك. وأجدادك حبيبتي. بس بدي أسألك، أجدادك الكرام ما قالوا لك لازم تطلب عشاء لمرتك؟ شو كيف الحامض هالسنة؟ ما كتير تشد ايدك مراد، بكرة الجمعة، شو رأيك اعزمك على أكلة سمك انت ومرتك؟ عمل الخير ما بده مشورة. بس بشرط انا وانت منروح بكير ومنصيد السمك لحالنا. ايوه، هلا انا وانت شو لنا علاقة بالصيد يا محمود؟ انا بياع نفوتي وانت مزارع. شو دخل يا مراد؟ انت وافق واترك الباقي علي. يا سيدي وافقت. لكان من بكرة الصبح بتجيب مرتك لعند مرتي على البستان، وبعدها منروح انا وانت على البحر. ما مشكلة، بس عندك انت بارودة بحر؟ ولا أصبي حتى شبكة ما عندي. معناتها ناوي تستخدم المتفجرات؟ لا تخاف، أنا ما من جماعة المتفجرات. لكن بشو بدك تصيد سمك؟ بكرة بتشوف بعينك، عندي طريقة هائلة للصيد. جربتها من قبل؟ بكرة أول مرة. وإذا فشلنا؟ إذا فشلنا بغديكن فراريج بلدية من عندي، بس ما بظن نفشل. المهم تعوا بكير وجيبوا معكن شوية موالح. طولوا ما هيك؟ لسه ما إلن ساعة رايحين. جميلة بتشربي شاي؟ بشرب، بس محتارة يا حياة، كيف رح يجيبوا سمك وما شفتن اخدين معهم شي من ادوات الصيد؟ إيه بس جوزك كان شايل بإيده كيس أسود وما بعرف شو فيه. بيكون اخد كعك وراحة وقنينة مي. محمود، هلأ ما رح تفهمني شو عم تسوي؟ انت تفرج وبس. من مكتبة هلأ الإذاعة معقولة بشوية السورية. فتافيت عجين بدنا نصيد سمك؟ هلأ بتشوف بعينك. امسك هالقرص العجين وزت عند الصخرة، بس اوعى تفرك عينك بأصابعك، وإياك تحط سيجارة بتمك وعليها أثر عجين. محمود لا ترعبني، قلي شو هالعجين؟ شوف في سمكة كبيرة بلشت تنط مثل المجنونة، معناتها فكرتي ناجحة. مراد، السمكة دايخة وكأنها عم بتقلك تعال امسكني. ولي وهي سمكة تاني مثلها؟ حط العجين على الصخرة وروح على هيديك وأنا رح جيب هي. وينكن لهلا؟ صارت الساعة 3 ومتنا من الجوع. خدي هالسمكات وقليهن على السريع. بس ما منظفين. دغري بنظفون. هي اول مرة جوزي بيجيب سمك ببلاش. ولا يهمك، من هلأ ورايح رح نشبع سمك. إيه بس ما قلت لنا كيف صيدتوه وبشو؟ يا ستي شي مثل الكذب. محمود، شو رأيك نبعت لأهل شوية سمك؟ شايف السمكات كتار. شو عليه؟ جهزي المقلي ونحن منبرش ومننظف. ألو؟ نعم. إيه نعم، أنا الضابط المناوب. شو؟ طيب أنا جاي فورا.
مساعد حامد، يا مساعد حامد. نعم سيدي، دقيت لي الجرس وعم تناديني. شو القصة سيدي؟ تعال معي، السيارة تحت. طبعا سيدي. امشي. لوين سيدي؟ شايفك ملهوف ومستعجل. هلا على الطريق بقول لك امشي. مليح اللي اتصلت بالشرطة، يمكن القصة في وراها جريمة قتل، أو على الأقل خطأ ما كان رح يسبب جريمة قتل. مساء الخير دكتور. أهلا وسهلا. مساء الخير دكتور. أهلين، تفضلوا. وين الجماعة؟ شو قصتهم؟ موجودين بالغرفة رقم 57 ورح يبقوا عنا يوم للمراقبة. يعني زال الخطر؟ الحمد لله، سوينا لهم غسيل معدة وعطيناهم العلاج اللازم. ممكن أعرف شو سبب التسمم دكتور؟ سمك، آكلين سمك وكانوا رح يروحوا فيها. سمك؟ حدا بيتسمم من السمك إلا إذا كان فاسد؟ والسمك الفاسد سيدي ما بيخبي حاله. السمك طازة بس مسموم. الشابين صيدوه عن طريق خلط سم اللانات الزراعي مع العجين وطعموه للسمك. تفضل معي واسمع القصة بنفسك. من مكتبة الإذاعة السورية. يا عيب شو مالكن، ما عندكن أدنى ذرة من الوعي. السم تسرب لكل أجزاء السمكة لأنهم طولوا ما نظفوها، وهيك زاد تأثير السم. يا ويلي يا ويلي، كنت رح اقتل مرتي ورفيقي ومرته. شو يا مراد؟ أنا بعمري ما بقى باكل سمك. يا لطيف على هالدنيا، مجارير وصرف صحي ونفايات وأنقاض وزفت، لسه ناقصوا البحر إنكم تسمموه. حرام عليكم يا جماعة، حرام. هذا البحر مو إلي، هذا بحرنا كلنا. البحر بده حب مو سم، البحر بده حب. اشترك في هذه الحلقة وحسب سماع الأصوات لؤي شانة، فاطمة أبو عقل، حسين عباس، هاني محمد، فاتن عيدو، سوسن عطاف، عدنان السيد ويوسف يونس. كنتم مع الناس والبحر والحب. صوب البحر حقول زرقاء بتنادينا، من صوب البحر حقول زرقاء بتنادينا، فتحنا ابواب المشهور رندحنا غنانينا، فتحنا ابواب المشهور رندحنا غنانينا. تأليف وديع سمندر. شفنا حبوب اللولو غطسنا يدينا، تاريخ ليل بطوله نجوم بتلعب فينا، احترنا يا حلوة كيف نقلك جننتينا، متنا في الخريف ربيعك يحيينا. هندسة الصوت والمونتاج منى أنطون. ساعد في الإخراج نبيل سلمان. من مكتبة الإذاعة السورية. الناس والبحر والحب. إخراج أحمد جنيد. من صوب البحر حقول زرقاء بتنادينا، من صوب البحر حقول زرقاء بتنادينا، فتحنا
الأبواب المشهور، ردحنا أغانينا